زمان في مقدونيا كان في شاب اسمه الاسكندر ابن الملك فيليب الثاني والأم الملكة أولمبياس. الاسكندر ده مش أي شاب، من وهو صغير كان مختلف عن باقي الأطفال. دماغه عبقرية وشجاعته خلت كل اللي حواليه يحسوا بالرهبة منه. كان عنده فضول مش طبيعي، بيسأل عن كل حاجة، عن التاريخ وعن الفلسفة وعن الحرب والطبيعة وكل حاجة حواليه. الملك فيليب أبوه شاف فيه موهبة غير طبيعية، وقال الولد ده مش بس هيكمل العرش، ده هيبني إمبراطورية. الإسكندر اتعلم على يد أرسطو، الفيلسوف الكبير اللي علمه ازاي يفكر بطريقة استراتيجية، يميز بين القوة والذكاء ويخلي دماغه دايما جاهزة لأي تحدي. الواد ده كان بيحب الخيول جدا، ومعروف انه ركب حصان اسمه بوكسيراسوس، الحصان اللي مفيش حد قدر يركبه غيره، واللي أصبح رمز لشجاعته. الإسكندر كان عنده حلم كبير، يوحد العالم كله تحت قيادته ويخلي مقدونيا أقوى دولة في التاريخ. حلم كبير جدا لشاب صغير، لكن عقله كان جاهز لتحقيقه. لما الملك فيليب اتقتل في سنة 336 قبل الميلاد، الإسكندر كان لسه شاب صغير، بس بقى ملك مقدونيا. الناس حواليه كان عندها شك، ده شاب صغير ازاي هيحكم إمبراطورية كبيرة زي دي؟ الإسكندر أول ما بقى ملك بدأ يثبت نفسه بسرعة، وحد المدن اليونانية تحت قيادته بدون ما يدخل في حروب طويلة. استخدم ذكائه في السياسة وخلى كل الحلفاء يحسوا إن الولاء ليه هو الحل الأفضل. علم الجنود ازاي يكونوا متحدين ويثقوا فيه كقائد لا يقهر. الاسكندر كان عارف ان القوة مش بس في السلاح، القوة في العقل وفي التخطيط، في معرفة ازاي تهجم وازاي تتراجع. الإسكندر قرر يهاجم الإمبراطورية الفارسية، أكبر قوة في العالم وقتها بقيادة داريوس الثالث. أول معركة كبيرة كانت جرانيكوس، حيث استخدم الإسكندر تكتيكات جديدة. قسم الجيش لمجموعات صغيرة بتتحرك بسرعة، وعمل كمائن على طول نهر جرانيكوس، وخدع الفرس وجعلهم يعتقدوا أن الجيش المقدوني أصغر مما هو عليه. المعركة كانت عنيفة، أصوات السيوف، صرخات الجنود، وحركة الخيول في كل اتجاه. لكن الإسكندر كان دايما في مقدمة الجيش، يقود بنفسه وبيرفع الروح المعنوية وبيحسب كل خطوة بدقة. بعدها جات معركة إيسوس، وداريوس الثالث اضطر يهرب من ساحة المعركة، وده خلى الإسكندر مشهور جدا. الجيش الفارسي كان ضخم، لكن ذكاء الإسكندر واستراتيجيته غلبت القوة الغاشمة، وده خلى كل اللي حواليه يحسوا إنه مش بس قائد، لكنه أسطورة حية. بعد ما غزا الأراضي الفارسية، الإسكندر دخل مصر. المصريين رحبوا بيه كمنقذ، وده خلاه يكسب ولاء الشعب بسرعة. أسس مدينة الإسكندرية على الساحل، وده مكانها كان ممتاز للتجارة والثقافة. الإسكندرية بقت مركز علمي وثقافي، واللي اتعلموه هناك أثر على العالم كله لقرون. الإسكندر هنا مش بس بيحارب، كان بيخطط ويبني وينظم، وده خلى كل الناس تحبه، مش بس للقوة لكن كمان للحكمة. وإنه أسس مدينة الإسكندرية اللي شايلة اسمه لغاية دلوقتي وشاهدة على إنجازاته. الإسكندر كمل رحلته في الشرق، وواجه جيوش الهند مليانة فيلة حربية ضخمة، حاجة مخيفة جدا لأي جيش. المعركة كانت مشوقة جدا، أصوات الطبول، صرخات الجنود، وحركة الفيلة، والنار والدخان في كل مكان. الإسكندر استخدم كل ذكائه، قسم الجيش لمجموعات صغيرة سريعة، نصب كمائن على الجوانب، استغل الجبال لصالحه. الفيلة كانت بتهاجم، لكن الإسكندر وفر خطط تخلي الجيش الهندي يقع في الفخاخ بتاعته، وده خلى النصر سهل نسبيا بالنسبة ليه. الجنود كانوا مندهشين من شجاعته ودهائه، وكانوا بيشوفوه قدامهم زي أسطورة حية. رغم الانتصارات، الجيش بدأ يتعب. الجنود تعبوا من المسافات الطويلة والحرارة الشديدة والمعارك المستمرة. الإسكندر كان قدام قرار صعب، يا يكمل الغزو ويخاطر بجيوشه، أو يرجع ويحتفظ باللي حققه. اختار العودة، بس رجوعه ده ما قللش من مجده. رجع بجيش قوي وسمعته اتشهرت في كل مكان. كان عنده صراع داخلي مستمر بين الطموح الكبير وبين حماية جنوده والحفاظ على حياتهم. دمج ثقافات مختلفة تحت حكمه، وخلى الناس تتعلم من بعض. شجع الجواز بين الجنود والسكان المحليين لدمج الثقافات،
نشر اللغة اليونانية والفكر الهيليني في المدن الجديدة. ده خلاه مش بس رمز للقوة لكن كمان رمز للثقافة والحضارة. الإسكندر مات صغير في سن 32 سنة بسبب مرض غامض أو تسمم. العلماء لسه مش متفقين على السبب الحقيقي، لكن تأثيره فضل كبير جدا. خلق إمبراطورية ضخمة، حول العالم القديم بالكامل، علم الناس الشجاعة والذكاء والتخطيط. قصته مش بس عن الحروب، لكنها عن عبقرية ورؤية وشجاعة تخلي الواحد يغير مجرى التاريخ. الإسكندر الأكبر فضل أسطورة، كان كل جيل بيتكلم عنه ويتعلم من حياته، وكل معركة عملها وكل خطوة خطاها بتتحكى للناس كدرس في القيادة والدهاء والشجاعة. كده احنا خلصنا الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر ونقدر نكمل اكتر، واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.